اول حاجه غادي نبدا بها الاخوان واللي هي اي شخص بدا شي طريق خايبه وما فيها ما يتشاف ودازت شي ايام او دازت شي اعوام وداك الشخص تاب، فعرف داكشي اللي كان كيدير ماشي لخاطرو وانما الظروف اللي بزات عليه انه يدير هادشي اللي كما قلنا الاخوان ما مزيانش، ولكن داك الشخص تاب كيحاول يتقرب الله عز وجل. الضيف ديال الحلقه ديالنا اليوم واللي هو رضا ولد الشينويه او الملقب بولد الشينويه، اللي كيبان ليا وكيبان لك كيدير شي تصرفات اللي غريبه، واللي تصرفات ديالو غريبه بزاف واللي كيميلوا لعند الاناث. وكيما كيعاود لينا رضا بانه في الحبس. يا الاخوان كما سمعتوها وكما قلت لكم الاخوان في نفس الوقت الانسان راه مخير ومسير. الضجه اللي دارها رضا ولد الشينويه في هاد الاواخر او في هاد الايام الاخيره هي العمره اللي دار. خوتي كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اليوم فرحتي كبيره، حققت جميع الاحلام ديالي. اي حلم كان حلمي وانا صغير تنحلم به الحمد لله. واللي صدم بها بزاف ديال الناس وما خلاو الشيوخ ما قالوا عليه. والسؤال الاخوان اللي كيتطرح بزاف هو واش مشى انه يستهزئ بالدين او مشى بنيته او مشى يتصور ويبدا يلوح في السطوريات او لا مشى الاخوان يغفر الذنوب ديالو. انا الاخوان ما غاديش نجي عليه وما غاديش نجي ضده، حيت بحال هذا النوع هذا كنشوفوه بزاف عندنا او سوا عند الغرب. الراي ديالي الاخوان في ذوك التصرفات اللي كيدير جاني بانهم حركات لا اراديه، الشيء اللي فيه كيكون واقيلا مع الجينات الى اخره، يعني خلق الله داكشي جا الله، اللي خلى بزاف ديال الناس يقولوا باللي هذا الجنسيه. عبره الاخوان اللي غادي نوصل لكم او غادي ننهي بها الحلقه واللي هي هذا السيد هذا سواء كان مثلي سواء ما كانش، او سواء كان كيلبس الذهب او سواء ما كانش كيلبسهم، او سواء كان كيدير شي حاجه او ما كانش كيديرها، كيبقى بينه وبين اللي خلقه. يا الاخوان كلنا كنشوفوه كيدير عيوب، كيدير بزاف ديال الاخطاء، ولكن في نفس الوقت كيجعل الخير مع الناس واي حاجه خاصك كيحيدها منه وكيعطيها عليك. فراه الاخوان صافي كيقرر انه يتوب والله عز وجل، وراه ما غاديش ندخلوا معاه في نفس القبر، كل واحد وقبره. كنظن بلي الميساج وصلك. فالاخوان كل واحد يشوف فين غادي ويراجع راسو، حيت راه بلي الدنيا ما دايماش. فما نتواش الاخوان في الناس اللي كيطلبوا الوصنا، هذه اول حاجه وضروريه. فكنتمنى من رضا انه يدير عقله ويبقى بحال هكا، فكنتمنى من رضا انه يدير عقله ويرجع شخص اخر، كنتمناو ليه عمره مقبوله. فضروري الاخوان ما تخليو لي الاراء ديالكم في التعليق. سلام.